الإنجليز عندما قرروا منح إحدى الدول العربية استقلالها وبدأت مرحلة سحب قواتهم، كان أحد خبرائهم من الإداريين بسرايا المندوب السامي جالسا على كرسيه خارج مكتبه، فخطرت له فكرة فنهض من الكرسي وسحب برنيطته من رأسه ووضعها فوق أعلى نافذة من نوافذ القصر، ثم عاد وجلس على الكرسي ونادى على مجموعة من الموظفين والعمال العرب المتواجدين داخل سرايا المندوب السامي وقال لهم: هناك جائزة فوق البرنيطة أو الطاقية في أعلى النافذة، والجائزة لمن يستطيع الوصول إليها. فتدافع الموظفين والعمال، كل واحد منهم يطمع في الفوز بالجائزة. كان التنافس بينهم محتدما، والرجل الإنجليزي يراقبهم، وقد لاحظ أنه كلما صعد أو اقترب واحد منهم من البرنيطة أمسك البقية برجله وسحبوه إلى أسفل ومنعوه من الوصول للهدف. تكرر المشهد طوال ما يزيد عن الساعة. بعدها أوقفهم الرجل الإنجليزي منهيا تنافسهم، ثم صعد وتناول البرنيطة بعصاته، ثم التفت إليهم قائلا: انظروا، ليس هناك جائزة، وإنما هو اختبار لكم، وللأسف فشلتم فيه. ودعوني أقول لكم: نحن سنذهب، ولكنكم لن تنجحوا في إدارة بلدكم، والدليل فشلكم في هذا الاختبار البسيط. أتعرفون لماذا؟ لأنكم تتعاونون على التعطيل ولا تتعاونون على تحقيق النجاح. لو كان هذا الاختبار لنا نحن الإنجليز، كنا جلسنا أولا واتفقنا على اختيار واحد منا يصعد ويصل إلى الهدف، ثم نتعاون جميعا في مساعدته حتى يصل إلى البرنيطة ويستلم الجائزة وينزل يوزعها بيننا بالتساوي. هذه حقيقة تلخص واقعنا بمنتهى الدقة. الواقع في كثير من دولنا يكشف صدق كلمات ذلك الإداري البريطاني، إذ وبعد سنوات طويلة من الاستقلال لا زلنا نجيد تعطيل بعضنا البعض وتعطيل تنمية وتطور الوطن. نحن جيدين كأفراد، ولكننا كشعب وحكومة لم نتعلم كيف نتعاون من أجل تحقيق النجاح وتنمية الوطن. إن اختبار الرجل البريطاني بمقر المندوب السامي قبل الاستقلال ما زال يلازمنا طوال هذه الحقب منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة. يجب أن نتعلم من أخطائنا. علينا أن نتعلم كيف نتعاون جميعا لإعادة بناء الوطن على أسس علمية صلبة. هذا إن كنتم تدركون أو تعقلون. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.